السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، ورجعنا لكم بفيديو للمعفن الإمعة الصعلوك. أمها فرفشة والرشاش ما يفضاش، نعرفوا نفضيه. وهذا الفيديو تابعوا معي. اي حد واخر تحذير هيجيب سيرة مصر الايام اللي جاية هنمسح بكرامته الارض. يما خوفتني بالله، اقسم بالله لو مصر ما فيها ناس طيبة وناس مؤدبة ومحترمة وتستاهل تنحط فوق الراس، والله لهنتك إهانة ما بعدها إهانة. بس أنا ما أبغى أذكر اسم البلد، أكيد في ناس كويسة وناس طيبة، وبالذات شوية السوريين اللي كانوا لاجئين عندنا 14 سنة نطوا في حوار السعودية ومصر. ايوه يا اما يا صعلوك، ايش بهم السوريين؟ ايش بهم السوريين؟ ما انتوا قدامنا من سنين، لكن احنا نقدر اللي يقدر. وشعب سوريا لما تسب شعب سوريا كأنك سبيت السعودية. ينقص لسانك ولسان اللي خلفك، تقفل فمك النتن عن السوريين. أشرف منك وأحسن منك وأطيب منك وأرجل منك وذوق، ناس نظيفة، ناس نظيفة. وتعايرهم ها اللاجئين ها. طب هم كان عندهم حرب، كان عندهم بلاوي في بلدهم، انت بلدكم ما فيها شيء. انتوا بلدكم لا عندكم لا حرب ولا شيء. يعني الواحد لو يبي يتعامل معاكم يتعامل معاكم بالمداس. انا اتكلم على هذه الاشكال، انا ما اتكلم على عليكم كلكم، اتكلم على هذه الشيفة المعفن هذا الصعلوك الإمعة. طب بدل ما انت طالع تولع الدنيا بين السعودية ومصر، بص على بلدك اللي اتأزمت بقت شبه التورتة. اسمع يا إمعة يا صعلوك، سوريا، اسمع يا لصقة يا لصقة يا لصقة يا لصقة، أيها الملتصق كده، يا لصقة يا متسلق يا مرتزق. طيب اسمع، سوريا في القلب، سوريا هنا في القلب. ايش دخلها؟ قال ايش؟ عملتوا فتنة يا ابويا، انتوا لاصقين لنا كده ليه؟ انتوا قاعدين هنا ليه؟ مرحبا بالسوريين في قلوب السعوديين، ولا مكان لغيرهم. تمام؟ قال ايش؟ بلدهم تقسمت ها، بتموت حرة. السعودية قاعدة تبني سوريا، قاعدة تبني سوريا. طلعت جواز لسوريا يشبه الجواز السعودي، تمام؟ واحنا نشبه بعض، احنا عملة بوجهين، السعودية سوريا. الأمير محمد بن سلمان، الرئيس أحمد الشرع، وموت. انتوا باشخين رجلكوا يمين وشمال في جميع البلاد، ليك عين تطلع تتكلم على أسيادك، الرجولة تطلع تتكلم على بلد الرجولة باللي عملته فيه. اوكي يا إما يا صعلوك، اوكي. الرجولة انك تقعد تعير اللي ربي ابتلاهم وانقذهم. ربي بلاهم وارسل لهم من خرجهم ورجعوا الحياة ورجعوا للحياة. تمام؟ الدور الباقي عليك، الدور الباقي عليك. تمام؟ ايش تقول انت؟ انه ايه؟ انكم مدري ايش سويتوا لهم، ودحين قاعد تعيرهم، تقول بلادهم تقسمت، وتقول لاجئين، وتقول لاجئين ها؟ أسيادك يا إمعة يا صعلوك، أسيادك السوري جزمته فوق راسك يا إمعة يا صعلوك. بدل ما انت طالع تنكر خيرها عشان تقبض من السعوديين او اي اوروبيين. تخسي يا إمعة يا صعلوك، السوري ما عمره مد يده، ولا عمره شحد، ولا عمره قاعد يطالب. ما قد سواها السوري. السوري عنده عزة كرامة، بس انت عشانك ما تعرف ايش هي الكرامة ولا ايش طعم الكرامة، ما انت مستوعب ان في واحد ما يمد يده، في واحد ما يقول عطني هاتوا الفلوس اللي عليكم 14 مليار ها. السوري ما يشحت، وخليه ياخذ فلوس من السعودية، يستاهلوا
يستاهلوا على الأقل ناس نظيفة، ناس تحبنا من قلب، ناس تحبنا تشبهنا. تمام؟ يلا موت 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 موت. اللي مجننكم اللي انتوا عندكم طوائف ومتقسمين، لكن احنا عندنا في مصر المنظر زي كده ما هوريهولكم. مسلم ومسيحي واحد في مصر. هي عشان كده سبحان الله اللي عندهم عدة طوائف وعدة توافقنا معاهم، اتفقنا معاهم، واللي عنده بص كده مسلم مسيحي، ما كل قلة الأدب نلقاها منك ومن أمثالك وأشكالك. السوري تاج راسك. تمام؟ تتكلم على السوري كأنك تكلمت على السعودي. تمام؟ دي الرسالة اللي أنا كنت عاوز أقولها لكم. مصر مش متقسمة شبهكم، بدل ما تطلع تتكلم على بلد الرجولة ومصنع الرجولة، اتكلم على اللي عندكم اللي قلت لي يا إما يا صعلوك، قلت لي سوريا تقسمت. أوكي، كأني سمعت إن النيل راح لأثيوبيا وسينا راحت لعيال عمكم، وفي كم جزيرة كده راحت يمين يسار ومصانع، وأتوقع بس عارف المصيبة فين؟ على الأقل سوريا لو إنها تقسمت كان فيها ميليشيات وكان فيها ناس من برا، لكن اللي قسم بلدكم اللي عندكم هو نفسه اللي يوزع. يلا ضف وجهك يا إما يا صعلوك.